السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتكم قناة فن الطبخ مع كوثر، فيديو جديد ووصفة جديدة. اليوم إن شاء الله بما أننا على أبواب عيد الأضحى المبارك، الله يدخلوا عليكم بالصحة والسلامة وباش ما تمنيتوا يا رب. اليوم إن شاء الله غادي نقدم معكم واحد الحليوة كتجي غزالة وسهلة واقتصادية، حلوة ديال الفقاس بطريقة سهلة ولذيذة لذيذة بزاف كيدوب في الفم. فكنتمنى أنكم تجربوا الفيديو ديال اليوم أو الوصفة ديال اليوم، وإلا عجباتكم فما تنسونيش من لايكاتكم وتعليقاتكم اللي كتحفزني. فما نطولش عليكم الفيديو، ندوزو نشوفوا المقادير مع طريقة التحضير. في البداية غادي ناخذ واحد القصعة اللي غادي نوضع فيها 6 بيضات يكونوا بحرارة المطبخ. هنايا البيض انا عندي صغير، وإلا كان عندكم البيض كبير فممكن ديروا غير 4 البيضات او لا 5 ديال البيضات. وغادي ندير شاسي ديال الفانيل، قليل من الملح، وغادي نزيد زلافة ديال السكر حبيبات، وغادي نخلط الكل جيدا. غير للاشاره هنا الزلافه عندي فما كتهش بزاف، يعني كتهز واحد الكاس ونصف ديال كاس ديال العنبه. غادي نزيد هنايا الزيت، وكما كتلاحظوا معايا الزلافه راه فيها مع امراج ديال الزيت. وغادي نخلط الكل جيدا بواحد بيدينا، او لا ممكن تخلطوه بسطاتولا، او لا ممكن تخلطوه بفوي كما كندير انا. من بعد ما كنخلطهم وكنحصل على هذا الخليط كندوز كندير 2 المعالق ديال النشا. الدور ديال النشا هنا هو انه كيخلي الحلوه ديالنا تجي رطبه، بما اننا ما نديروش فيها الزبده. غادي نزيد 2 لي شاسي ديال خميره الحلويات فئه 7.5 غرام، وغادي نخلط الكل جيدا. غادي نحيد هنايا الخلاط اليدوي، وغادي نبدا نخلط بيدي. غادي نبدا ندير الدقيق، وغادي نبدا نخلط نجمع العجين ديالنا. هنا الدقيق اللي غادي نحتاج ضروري يكون ديال الحلويات ويكون مغربل من قبل، يعني ضروري يا البنات. من بعد كنبدا نحتاج الخليط ديالنا، الدقيق اللي كنحتاج الدقيق اللي غادي ندير. يعني ما عرفتش شحال ديال الدقيق درت، ولكن ما حسب ما عبرتش البنات. فكنحتاج الدقيق هنا الحلوه ضروري تكون كتلصق واحد شويه، يعني ما تكونش قاصحه، باش الحلوه كتجي رطبه وكتجي زوينه كما كتلاحظوا معايا. من بعد كنمشي نغسل يدي وكنجي نخدمها عادي، فما كتبقاش تلصق لينا، كتلصق غير في الاول. من بعد كنفرقهم على جوج. كناخذ كره كنوضع عليها الشوكولات بودر، هنايا تكون نوعيه جيده. وممكن كذلك تزيدوا معاه واحد نيسكافي او لا قهوه سريعه الذوبان، واحد الملعقه صغيره ثاني كتعطيها واحد اللوغو اللي كيجي زوين وخطير البنات. من بعد كنبدا نجمع الخليط ديالنا حتى كنحصل على واحد الكره اللي كتكون سوداء، يعني يكون اللون ديالها غامق واحد شويه. لهذا خصكم ديروا شوكولاط يكون نوعيه جيده باش يعطيكم اللون. من بعد الكره الثانيه هنايا كندير فيها شاسي ديال الفاني، او لا ممكن انكم ديروا فيها قشور ديال الحامض، فكيبقى لكم الاختيار، كيعطيها واحد المذاق ثاني مغاير كتجي زوينه. من بعد ما كنخلط العجين ديالنا او لا كنجمع الكره ديالنا بهذا الشكل هذا، تنحاول ندخل فيها السكر الفاني بهذه الطريقه هذه. من بعد كناخذ واحد البلاستيك هنايا او لا ورق الطهي، ممكن ديروا اي واحد بغيتو. فكنحاول نطلق الخليط ديالنا او العجين ديالنا بالدلاك بهذه الطريقه هذه. كما قلت لكم العجين فكتلصق، فضروري انكم ديروا واحد البلاستيك بحال هذا، أنا يعني غير بلاستيك عادي فرقته على جوج وهو اللي خدمت به، او لا متوفر عندكم ورق الطهي فممكن ديروه. هنا انا كنحاول نقاد الجوانب ديال الحلوه ديالنا اللي كتكون بيضاء، كنقاد بهذا الشكل هذا، يعني كنحاول نساويها ما يبقاش شي داخل وشي خارج. كنقادهم غير بيدي بهذه الطريقه هذه، كنخليها جانبا وكندوز ناخذ الكره السوداء حتى هي كنطلقها بنفس الشكل البلاستيك بهذه الطريقه هذه باستعانه بالدلاك، وكنبدا نطلقهم بهذه الطريقه هذه. يعني نحاول انني نجيب العبار ديال الكره البيضاء بحال العبار ديال الكره السوداء. من بعد كناخذ الكره السوداء وكنحطها فوق الخليط الابيض بهذا الشكل هذا، يعني كنحاول انني نقادهم باش ما يبقاش الشوكولاط الابيض خارج على الكره السوداء. كنتمنى انكم تفهموني والفيديو يكون واضح البنات. فكنحاول انني نقادهم بالطريقه هذه. من بعد ما كنقادهم كنحاول انني غير بيدي نقادهم. من بعد كندوز ناخذ دلاك وكنطلق العجين ديالنا، يعني ضروري ما كنطلقوا مزيان بهذه الطريقه هذه اللي كتلاحظوا معايا. كنطلقهم السمك ديالو ما يبقاش غليظ بزاف وما يكونش رقيق بزاف. يعني هنايا البودان اللي غادي نتشكلوهم يكون على حساب لا بغيتو الفقاصوش كبير ولا بغيتوه يكون صغير، يعني العبار اللي بغيتو نتوما. انا هنايا راه ما درتش
درتوش كبير بزاف وما درتوش صغير بزاف، يعني متوسط. فكما لاحظتوا معايا في البدايه، هنا من بعد ما كنطلق العجين ديالنا بهذا الشكل اللي كتشوفوا معايا، فكندوز لانني نشكل لي بودان ديالنا بهذا الشكل هذا. فكما كتلاحظوا معايا هنا البلاستيك فهو كيساعدك انك تشكليه بطريقه سهله وباريحيه كما كتلاحظوا. فكنبدا نشكلو بهذه الطريقه هذه. بغيتو ديروه كبير فممكن انكم تزيدوه، بغيتو ديروه صغير كما درت انا فممكن تكتفيو بهذه الطريقه هذه. الاساسي انه كيخرج، والعجينه كما كتلاحظوا فهي رطبه. فكندخلو للفرن وكنخليه حتى كيطيب هنا بهذا الشكل هذا. اللي بغيت نقول لكم هي انكم ما تشعلوش عليه من الفوق، خليو شعلوا عليه من التحت عاد شعلوا عليه من الفوق. هنا كما كتلاحظوا معايا وحده مهرسه من الفوق، فكنت شعلت عليها من الفوق، نسيت الفران ولا شعلتو عليه من التحت هو الاول، فما كيتخسرش لكم من الفوق. كناخذ الشوكولات، انا استعملت غير كالا وذوبته في حمام مريم، درت ليه القليل من الزيت غير شويه، بغيتو ما ديروش وكنزيد له كاوكاو اللي حمرته من قبل وطحنته بهذه الطريقه هذه. يعني ضروري كيكون محمر وكطحنوه، يعني كتخليوه شويه، ماشي كطحنوه في مره، ماشي كتلينوه غير شويه. من بعد كنديروا تقريبا، هنا استعملت 5 غرام ديال الكاوكاو. من بعد كنحركو بحال هذه الطريقه هذه كما كتلاحظوا معايا، وكندوز كنزين به البودان ديالنا بهذا الشكل. انا خديت هنايا غير الشبكه ديال الفران درتها من الفوق، ودرت من تحتها واحد البلاستيك باش هذاك الشوكولات اللي غادي يضيع غادي يهبط لينا لتحت، نولي نجمعو ونولي نزين به حاجه اخرى. فكما كتلاحظوا معايا كنبدا انني نكب هذا الشكل هذا. فما تخافوش، الصيف وكما عارفين الصهد بزاف، فالشوكولات كيبقى دايب يعني ما كيجمدش داغي. فكما كتلاحظوا معايا كنديروا بهذه الطريقه هذه، كيجي غزال هذا الفقاس، غير جربوه كيجي رائع. حاولوا تنوعوا واحد شويه، فكيجي زوين وكيجي سهل واقتصادي ولذيذ بزاف، وكيجي رطب يعني ماشي قاصح. فممكن اي واحد ياكلو، بالنسبه للكبار او الدراري الصغار اللي تيكون ما كيبغيوش ياكلوا شي حاجه اللي كتكون قاصحه. فكما كتلاحظوا معايا هنا كنحاول انني نقاد بسطاتولا الجوانب اللي كيكون ما قيصمش الشوكولات، غير كنحاول نقادهم، وكنحاول انني الشوكولات ما يبقاش مجمع ليا في بلاصه وحده. من بعد ندير بهذه الطريقه هذه، كنهزهم وكنخشيهم للثلاجه كما قلت لكم يشدوا روسهم، باش ملي نبغي نقطعهم يكونوا شادين روسهم. فالحال سخون والشوكولات ما غاديش يجمد لينا وهو برا. فهنايا الشوكولات اللي كان طاح ليا في البلاستيك فكنحاول انني نحاول نرجعو للكاسرون باش انني نزين به لي بودان اللي مازال ليا ديال الحلوى اللي مازال لينا. يعني ما كنضيعوش، يعني ما نحطوهش في منه البوطاجي او هادي باش ما يضيعش لينا. فبهذه الطريقه هذه كنحاول انني نستعمله مره اخرى بهذا الشكل اللي كتلاحظوا معايا فيه. من بعد كندوز ملي كيجمد لينا او لا كيبرد لينا الشوكولات، فكندوز ناخذ واحد الموس اللي كيكون ماضي، ضروري ما يكون ماضي، ويكونوا مخليينه بحال هكا، مخليينه غير الفقاس كتقطعوا به الفقاس، فما كيتهرش وكيجي تقطيعه كتجي مقاده كما قلت لكم. فضروري الموس يكون ماضي. انا هنايا ممكن انكم تقطعوه كما كنقطعو انا، يعني شويه ماشي كبير وماشي صغير بزاف، اولا ممكن ديروه رقيق، فكيبقى لكم الاختيار. شوفوا معايا الشكل ديالو كيفاش كيجي من الداخل وكيفاش كيجي المنظر ديالو من برا، كيجي زوين وكيجي لذيذ بزاف. فكنتمنى انكم تجربوه، كيجي غزال. شوفوا هنا معايا الا بغيتو تقطعوه على شكل اللي كيكون منحرف كيجي بهذا الشكل هذا، فكيجي رائع والمنظر ديالو كيجي زوين وكيجي غزال. فكنتمنى انكم تجربوا الوصفه ديال اليوم، ما غاديش تندموا عليها، كتجي سهله واقتصاديه. ومع هذا العيد الله يدخلوا عليكم بالصحه والسلامه وباش ما تمنيتوا يا رب. فالفقاس ديالنا الشكل النهائي ديالو هو هذا، كيجي غزال وكيجي رطب وكيجي لذيذ والمذاق ديالو خطيره البنات. فكنتمنى انكم تجربوا الوصفه ديال اليوم، وإلا عجباتكم ما تنسونيش من لايكاتكم وتعليقاتكم اللي كتحفزني. والله يدخل عليكم هذا العيد بالصحه والسلامه وباش ما تمنيتوا يا رب. الفيديو ديالنا سالا، الى فيديو اخر ان شاء الله. باي باي عليكم.